السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد. يلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه كده مع بعض. اول حاجة بقى كده حبيت افرجكم كده على زينة رمضان اللي انا عاملاها في الجزء ده بالشكل ده كده. بجد جميلة جدا وغيرت شكل الرخامة والمطبخ بجد. وده بقى شكلها كده واحنا طافيين النور بتاع المطبخ، شكلها بجد جميل جدا. قولولي بقى رأيكم ايه في الكومنتات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يشفع لنا بها يوم القيامة. هنعمل بقى كده أول حاجة بقى بسم الله. هنعمل بقى فيديو سحور كده. طبعا بقى كده احنا في أول يوم من أيام الشهر المبارك. كل سنة وانتم طيبين، بجد بجد الأيام بتجري. ربنا يتقبل منا يا رب صيامنا وقيامنا وصالح الأعمال يا رب. إن شاء الله بقى نعمل سحور خفيف كده وحاجة سريعة كده مع بعض. اول حاجه بقى كده معانا علبه قشطه بالشكل ده كده، ومعانا بقى جبنه كريمي كده بالسوسيس، ومعانا جبنه تلاجة وجبنه رومي ورومي مدخن بالشكل ده كده، ومعانا بقى كده فول. هنعمله بقى بطريقه بسيطه جدا ومش يعني مش هتاخد اي حاجه، بقى عايزين نعمل سحور على السريع كده. ومعانا بقى كده عجينه طعميه. ومعانا بقى طبعا الحاجه الاساسيه معانا على السحور وهي الزبادي. ببقى ساعات اعمله في البيت ومنزله لكم طريقته قبل كده، هسيبها لكم في صندوق الوصف. طريقته سهله جدا 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 بجد. اول حاجه بقى كده هنيجي في طاسه على النار ونبدا بقى نضيف الزيت. اول حاجه هنبدا بيها وهي ان احنا هنبدا كده نقلي الطعميه. لا اول حاجه هنبدا نعملها وهي الفول، انا اتلخبطت هنا، ما حقكم عليا. اول حاجه بقى كده هننزل بالفول بقى كده، نزلنا بقى بمعلقتين زيت، ممكن معلقه سمنه زي ما تحبوا عادي. هننزل بقى بالفول بالشكل ده كده. هنقلب بقى كده الفول بالشكل ده. وعارفين بقى الدقة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، هناخد بقى معلقة حلوة كده ونضيفها على الفول بتاعنا. وهنضيف كمان معلقة كبيرة كده من الزيت، وهنبدأ بقى نقلب بالشكل ده كده. وهيبقى معانا بقى احلى طبق فول. بجد معلقة الدقة اللي احنا ضفناها دي نقلت الطعم في حتة تانية. يلا بقى كده نقلي الطعمية، هنجيب بقى طاسة كده على النار ونحط فيها زيت. هنستنى بقى لما الزيت بتاعنا يسخن كويس، وبعد كده نبدأ نقلي الطعمية بتاعتنا. حابة بقى تقليها بقى صوابع كفتة زي صوابع كفتة كده، او كور، او اقراص زي ما انت تحبي. بعد بقى ما الزيت بتاعنا سخن كويس هنبدأ بقى نقليها كده بالشكل ده. اللي وصل بقى معايا لحد هنا في الفيديو ما تنساش او ما تنسيش تضغطي لي لايكات كتير على الفيديو ده، وتسلم ايديكم. اول سحور بقى كده في ليالي الشهر المبارك، واول يوم بقى في الليالي الجميلة اللي بنستناها من السنة للسنة. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح الأعمال يا رب. ربنا يسعد قلوبكم يا رب جميعا، ويجعله شهر كده مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب. قولوا بقى آمين كده في الكومنتات، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، علشان بقى كده ناخد الثواب مع بعض. ما تنسوش بقى تشجعوني بكلامكم الجميل اللي بجد بيسعدني دايما، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. هنا بقى كده الطعمية بقلبها بقى، اللي بتاخد لون بقلبها كده بالشكل ده. هنجيب بقى كده طبق وفيه مناديل مطبخ، ونبدأ بقى نطلع الطعمية كده على مناديل المطبخ بتاعتنا بالشكل ده كده. افكركم تاني بقى ما تنسوش تضغطوا لايكات كتير على الفيديو ده. هنا بقى كده كنت خلصت خلاص بقى قلي الطعمية بالشكل ده كده. هنعمل بقى كده خيار وطماطم، بس ما تكتروش بقى كده من الطماطم على السحور لانها بتكون مالحة فهتعطشكوا كده وانتوا صايمين. نعمل بقى خيار كده بالشكل ده شرايح، وطماطم كمان. نبدأ بقى خلاص بقى كده نجهز السحور بقى علشان نتصحى. كتروا بقى كده كلوا خضار كتير في السحور علشان ايه ما تحسوش بقى بالعطش كده وانتوا صايمين.
عملنا بقى كده الطماطم والخيار بالشكل ده كده، وعملنا بقى كده طبق خاص كده حلو، كنت غسلاه بقى كويس ومصفيه بقى من المية بالشكل ده. وطبعا بقى الطعمية بتاعتنا والفول، هنجيب بقى كده علبة القشطة، وهاخد كده من علبة القشطة معلقتين كده على قد يعني ما هناكل، احط الكمية على قد ما هناكل. وجبت كده بقى في الطبق ده، جبت كده بقى قطعة جبنة تلاجة وقطعة جبنة كريمي بقى بالسوسيس كده بالشكل ده. وما ننساش بقى طبعا الراعي الرسمي بقى كده على السحور، وهي علبة الزبادي بقى كده، طبعا بترطب على قلبنا جدا ومفيدة يعني في السحور وكده. طبعا بقى يا سلام بقى لو بتعملوا الزبادي بقى في البيت، جميلة جدا. كنت منزله لكم الطريقة قبل كده، وهسيبها لكم برضو في صندوق الوصف لو حابين بقى ترجعوا للطريقة. وبكده بقى نكون عملنا السحور بتاعنا، وجبنا بقى جبت بقى العياشة كده اللي انا عاملاها معاكم برضو، احط بقى فيها العيش كده. وبكده بقى نكون جهزنا السحور بتاعنا وخلاص. اللهم بقى إن نوينا الصيام. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب، ودمتم في رعاية الله وحفظه.